السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كمالية فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهنسمي الله. النهاردة هنعمل مع بعض الكرنبيط، وانتوا عارفين الكرنبيط أكلة شتوية يعني بتتاكل سخنة كده. هنعمله مع بعض بطريقة سهلة برضو كده ومقرمشة كريسبي يعني. يلا بينا. معايا هنا بقى كرنبيطة أنا عاملاها يعني ايه، مقطعاها اهي، يعني مقطعة زهرة بزهرتها كده اهي. تمام. هسلقها ونرجع مع بعض. انا حطيت هنا حلة فيها مية على النار عشان نسلق فيها الكرنبيط بتاعنا. هحط فيها نص معلقة ملح، ملح. واحط فيها معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة كمون. تمام. هقلب بقى كل ده كده. واحط بقى الكرنبيط بتاعي. متنسوش تصلوا على رسولنا الكريم يا جماعة، وحوقلوا واستغفروا، وادعوا لأولادكم وللطلبة يا جماعة اللي بيمتحنوا. ربنا معاكم يا رب إن شاء الله. اهو تلخلي بقى كله كده. دي كمون عايز يدوب اهو. هسيبها بقى لحد ما ايه تغلي غلوتين 3 كده وارجع لها تاني. معايا هنا يعني من كوباية ونص لكوبايتين دقيق، وهنا حوالي كوباية دقيق في البولتين. هحط بقى عليهم، هحط هنا معلقتين مليانين نشا، وهنا برضو معلقتين، هنخليهم معلقتين ونص كده يعني مش مليانة قوي. تمام. ادي كده النشا حطيناه. هنحط بقى الملح بتاعنا. طبعا الملح هتحطي زي ما انت عايزة، في ناس بتحب الحاجة دلعة، في ناس بتحبها مظبوطة، في ناس بتحبها حادقة، على حسب كل واحد. هحط معلقة بابريكا، معلقة صغيرة قوي قوي يعني ربع معلقة من الصغيرين فلفل، شطة برضو على حسب ما انتي حابة، يعني انا هحاول ازود شوية لان هما بيحبوها مشطشطة. بصي كل البهارات اللي عندك اللي انتي بتحبيه وعايزة تحطيه حطيه. معلقة صغيرة كمون. انا هستكفى بكده وهقلب. يبقى حطينا هنا كوبايتين دقيق عليهم 3 معالق نشا، وهنحط عليهم بقى كل كمية البهارات اللي احنا عايزينها. تمام. ممكن تحطي بصل باودر، توم باودر، اللي انت حباه حطيه. انا كده قلبت دول، نقلب هنا. قلبي كله كده، دخلي كله في قلب بعضه. هنحط هنا بقى ميه واحده واحده. حطيت دلوقتي حوالي نص كوبايه. بسم الله. ودوبي بقى كده.
هدوبها وارجع لكم. انا كده دوبتها اهي، شايفين؟ يعني انا عايزاها اخف من عجينه لقمه القاضي. عارفين عجينه لقمه القاضي الزلابيه؟ اخف منها اهي. تمام. انا كده جهزت الخلطات بتاعتي عبال ما هي الزهره بتاعتي زهره الكرنبيط تتسلق. تمام كده. انا طلعت الكرنبيط اهو وشطفته بميه بارده اول ما طلعته، ودي الخلطه اللي انا هعمله بيها، وحاطه الزيت على النار علشان يسخن قوي، لازم الزيت يسخن قوي. ويلا بينا نقلي الكرنبيط مع بعض. الزيت هنا بقى سخن. هنعمل ايه؟ هناخد الكرنبيطه نحطها على الخلطه كده اهي، وبعدين نحطها هنا الخلطه دي كده، ونحطها كده والخلطه نطلعها ونحطها في الخلطه دي. هكمل بقى بقيه الكميه وارجع. هنا بقى ايه بنطلع، شايفين لونه؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني مقرمش مقرمش. انا خلصت الكميه كلها اللي انا كنت عاملاها اهي، الظهر كله. هسمعكم الخرفشه، بصوا سامعين؟ بس انا ايه، يعني انا عندي حبه كده بيحبوهم زي قراص الفلافل كده قراص، فانا هرستهم مع الخلطه اللي كنت عاملاها، بقيه الكرنبيط مع الخلطه، واحط شويه شبت وبقدونس عليهم، اقلبهم كده علشان اقليهم. وهنقلي بقى، هاخد بالمعلقه كده اهي. طبعا انا مش هقليه كله، انا هقلي على قد اللي هياكل، والباقي بحطه في التلاجة. ممكن قوي تحطيه في اكياس وتحطيه في الفريزر، بيفضل معاكي زي العناقيد كده. انا هنا بقى خلصت، عملت الزهرة اهي وقليتها، وعملت القراص، ويا رب تجربوها بطريقتي وتعجبكم، ومتنسوش اللايك والاشتراك وكومنت حلو منكم. واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.